سؤالي لكل مدريدي، هل أنت مع أو ضد إقالة تشافي ألونسو؟ خلونا نشوف بميزان العدالة. أول ميزان خلينا نتكلم على مستوى الليغا، هل تشافي ألونسو متصدر ولا مو متصدر؟ أكيد متصدر. خلونا نشوف على مستوى دوري أبطال أوروبا، هل تشافي ألونسو تحت المراكز الثمانية ولا بين المراكز الثمانية؟ نشوفه في المركز السابع، يعني معناته يفوز كل المباريات القادمة، راح يصعد بشكل مباشر للدور القادم دوري أبطال أوروبا. هل ريال مدريد يقدم كل المباريات بصورة سيئة ولا لا بعض المباريات حالة حال كل الأندية؟ أنت كونك متابع يا مدريدي، ريال مدريد الموسم الماضي بهذا الموسم ما تشعر أن في فرق؟ ما تشعر أن في لعيبة هم سبب رئيسي لوجود أو ظهور ريال مدريد بهاي الصورة؟ خلينا نتكلم بالأسماء. فينيسيوس أول ما وصل تشافي ألونسو من مشكلة أنا أشوفه مشكلته مع بيريز مدخلنا حتى مع تشافي ألونسو، يبي يجدد، أعطوني زيادة راتب 30 مليون وغير 30 مليون، ومشاكله مع تشافي ألونسو. هل فعلا ريال مدريد عليه أن يقيل تشافي ألونسو في هذا التوقيت أو يعطيه فرصة؟ جاوبني كونك مدريدي.